بقالنا فترة كده ما نزلناش فيديوهات. كنت بفكر ان انا اعمل فلوجز، بس ان شاء الله هنعمل ان شاء الله قريب جدا. معايا دلوقتي مع الباستا الحلوة دي. اسمها باستا ولا باستا؟ الباستا دي حوار يعني، حاجة في منتهى الروعة. اه والله العظيم. المهم انا دلوقتي فاتح البي سي، وعايز عايزين نتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا. ايه هو الموضوع ده؟ الموضوع ده هو احنا ليه بنفشل وبنلف في دواير. الموضوع ده مهم جدا، فركز بقى معايا عشان الكلام اللي احنا هنقوله في الفيديو ده مهم جدا. يلا بينا. عايز اقول لك انا عارف انك غالبا ضغطت على الفيديو ده عشان انت حاسس ان في حاجة غلط، يمكن تكون متلخبط، يمكن حاسس انك بتبذل مجهود جبار، بتعافر كل يوم، بس في الاخر بتلاقي نفسك واقف في نفس النقطة. الحقيقة انا كمان حسيت الاحساس ده كتير، الاحساس البارد والمحبط انك بتلف في ساقية ومش عارف تخرج منها. المهم احنا لما بنفشل في علاقة، في شغل بقى او حتى في دايت، اول حاجة بنعملها ايه؟ بنشاور بصوابعنا لبره. مديري ظالمني، البلد ظروفها صعبة، شريك حياتي مش فاهمني. بس تصدقني لو قلتلك اننا بنضحك على نفسنا؟ عايز اقولك انا قريت جملة قريبة خلتني اقف قدام المراية واسأل نفسي اسئلة صعبة قوي. الجملة بتقول: من أهم أسباب فشلنا في الحياة جهلنا بأنفسنا. بس كده، السطر ده لوحده كفيل يختصر مأساة جيل بحاله. احنا حافظين كل حاجة عن حياة المشاهير، صح، وأسعار الموبايلات، صح، ومين قال إيه لمين على السوشيال ميديا، صح. بس لو سألتك دلوقتي أنت مين وإيه اللي بيبسطك بجد، أقول لك أنت غالبا هتسكت. عشان كده كمل معايا الفيديو ده للآخر. أنا مش جاي أديك تنمية بشرية وكلام مكلكع عن النجاح. عشان تفهم الناس لازم تفهم نفسك الأول، وقبل ما تاخد أي خطوة في حياتك لازم تفلي نفسك وتعرف ميولك. إيه اللي بيخلينا نتوه؟ ضبابية الأحلام. إحنا مش عارفين إحنا عايزين إيه، ولا نقدر نعمل إيه، ولا حتى بنميل لإيه. عشان نلاقي إجابة تعالى نلعب لعبة بسيطة. ارجع معايا بالزمن كده لورا، لأيام ما كنت طفل. فاكر حلمك الأولى؟ لما حد كان بيسألك نفسك تطلع إيه لما تكبر، كنت بترد بتلقائية وبدون فلاتر. اللي كان بيقول طيار، واللي بتقول رسامة، واللي كان بيفكك اللعبة عشان يشوف إيه جواها. فين ده دلوقتي؟ إيه اللي كان بيثير دهشتك زمان؟ الحاجات دي اتدفنت تحت فواتير الكهرباء وإيجار الشقة وكلام الناس اللي برمجنا على مقاس معين للنجاح. العودة لأحلام الطفولة مش نوستالجية وماضي بنبكي عليه، لا، دي بوصلة، دي بترجعك لنسختك الخام والنقية قبل ما الدنيا تخبط فيك وتجبرك تنساها. في ناس كتير أعرفهم مأجلين أحلام طفولتهم لحد ما يطلعوا على المعاش. تخيل المأساة. وهنا بقى عايز أحكي لك قصة هتفهمك أنا أقصد إيه بالظبط. أكيد كلنا عارفين ستيف جوبز، مؤسس ابل، راجل غير شكل التكنولوجيا في العالم. بس في سنة 2005 جوبز وقف قدام طلبة جامعة ستانفورد وقال لهم خطبة تاريخية. مش بس كان بيكلمهم عن الايفون، لا، عشان كان بيكلمهم عن الموت. جوبز وقتها كان لسه طالع من عملية صعبة جدا لاستئصال ورم سرطاني. الدكتور قبلها بكام شهر قال له حرفيا رتب أوراقك، قدامك شهور معدودة وهتموت. عارف جوبز قال إيه للطلبة؟ قال لهم إنك تفتكر دايما إنك هتموت قريب. دي أهم أداة لقيتها في حياتي عشان أقدر أخد القرارات الصعبة، لأن كل حاجة، توقعات الناس، الكبرياء، الخوف من الإحراج أو الفشل، كل ده بيقع وبيبقى ملوش أي لازمة قدام الموت، ومش بيفضل غير الحاجة اللي بجد مهمة. تخيل معايا الإحساس ده. ستيف جوبز لما عرف إنه ممكن يموت ما سألش نفسه يا ترى أسهم أبل هتبقى بكام، سأل نفسه هل أنا بعمل الحاجة اللي أنا فعلا مؤمن بيها ومبسوط وأنا بعملها؟ طب إيه رأيك أعمل معاك نفس الاختبار؟ لا قدر الله ربنا يدينا ويديك طول العمر. بس تخيل لو رحت للدكتور وقال لك يا صديقي قدامك 6 شهور بس في الدنيا دي، بذمتك هتنزل الشغل اللي انت كنت كارهه بكره الصبح؟ هتقضي وقتك تتخانق مع ناس مالهمش لازمه على السوشيال ميديا؟ هتهتم اصلا بفلان قال عليك ايه او فلانه بصت لك ازاي؟ انا متاكد انك في اللحظه دي هتعمل ديليت لكل الاتفاقات والاهتمامات السنويه في حياتك. هتركز على هدف او اتنين كنت دايما بتأجله. هتركز مع الناس اللي بتحبهم بجد. هتسأل نفسك ايه الاثر اللي هسيبه، ايه المشروع او الفكره النبيله اللي نفسي الناس تفتكرني بيها. فليه نستنى دكتور يقول لنا الخبر ده عشان نبدأ نعيش بجد؟ ليه مأجل حياتك الحقيقية لأسباب واهية؟ بصراحة أنا مؤمن جدا إن البشر متشابهين بنسبة 99%. والله زي ما بقول لك كده. بص حواليك، أغلب الناس اللي تعرفهم هتلاقيهم على قدر معقول من الذكاء، اتعلموا تعليم شبه بعض، عندهم مواهب عادية، وحتى أحلامهم المشتركة: بيت، عربية، استقرار،
كام سفرية. اللعبة كلها بقى والسر اللي بيفرق الشخص العادي عن الشخص الاستثنائي هي 1% الباقية، ال1% اللي بتميزك انت عنهم، الحاجة اللي بتعملها احسن من اي حد تاني حتى لو كانت بسيطة جدا. ميزتك الاستثنائية دي هي الكنز بتاعك، بس بشرط تكون عندك الغل والإصرار الكافي إنك تطلعها للنور. وعشان تطلعها لازم تكون راضي عن نفسك وفي نفس الوقت تكون صريح مع عيوبك. أنا كان ليا صاحب دايما يسأل اللي حواليه فجأة كده: أنت راضي عن نفسك؟ هو ما كانش مستني إجابة على فكرة، هو كان بيحدف الطوبة في البركة الراكدة عشان يفوقنا، يخلينا نفتكر كومة الأخطاء والخطايا اللي شايلينها على كتافنا ومكملين بيها. لو إجابتك بينك وبين نفسك دلوقتي كانت لأ، يبقى السؤال المنطقي: هتعمل ايه في المصيبة دي؟ هتفضل ساكت؟ تخيل نفسك دلوقتي عندك 60 سنة، طلعت على المعاش وتبص لشريط حياتك، ايه اكتر حاجة هتندم عليها؟ صدقني الناس ما بتندمش على الحاجات اللي عملتها وفشلت فيها، الناس بتندم على الحاجات اللي ما عملتهاش اصلا خوفا من الفشل. عشان كده كسر دلوقتي اي عادة سيئة صغيرة، حل مشاكلك التافهة قبل ما تكبر وتبقى وحش كاسر صعب تروضه لما شعرك يبيض. ولو انت شخص نقي وما عندكش مصايب صغيرة تندم عليها، فكر في فعل نبيل تقدر تعمله دلوقتي عشان ما تندمش انك ما عملتوش لما تكبر. خلاصة الرغي ده كله يا صديقي ايه؟ اكبر كذبة عشناها ان مشاكلنا كلها جاية من بره. الحقيقة ان اهم اسباب فشلنا في الحياة هو جهلنا باللي جوانا واصرارنا العجيب اننا بنركز مع كل حاجة بتدور براسنا ونهمل نفسنا. ارجع لطفولتك، افتكر احلامك الاصلية اللي مفيهاش تزييف، دور على ال1% اللي بتميزك في وسط ال99% المتشابهين وامسك فيها بسنانك. وقبل ما تلوم الناس وقبل ما تذنب حظك اعرف نفسك الأول. ما تبطلش تسأل نفسك أنا مين؟ رسالتي إيه؟ وأولوياتي الحقيقية إيه؟ لأن صدقني مجرد إنك تسأل السؤال الصح فأنت كده وصلت لنص الإجابة. فيا صديقي لو اللي إحنا قلناه ده فكرك بحلم كنت ناسيه، ما تقفلش الفيديو وتمشي، انزل في التعليقات دلوقتي واكتب لي ايه هي ال1% بتاعتك. فبس كده، فما تنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك، ما تنساش تشترك في القناة عشان نفضل ندور مع بعض على نفسنا في الفيديوهات الجاية. آه الباستا بردت الباستا بردت. وبس كده يا صديقي، اشوفك في فيديو جديد. باي.